هسه انا ايش عندنا؟ القماش عندي عدل ماشي. اشوف يعني بما انه انا عندي شتره ماشي، فاشوف القماش الجو عندي وين واصل. شوفوه اها واصل هنا، هذه هنا، هذه هنا. فشويه اعدل من خط الكلوش، شويه اعدل من خط الكلوشه. انتبهوا على كلمة، على القانون او القاعدة، على مود لا حد لا يخطأ مثل الاخطاء اللي توصلني بالفيديوهات او بالتعليقات. انتبهوا على القاعدة راح احكيها وحفظوها ورقة وقلم عندكم سجلوا. باعوا اخواتنا. القاعدة تقول عرض القماش نقيسه الذيال عرض القطعة. مو عندنا القطعة مطبوقة 4 طبقات، نقيس عرضها يعني عرض القطعة ربع. انتبهوا، ربع قياس القطعة، ربع قياس القطعة هي مطبوقة تمام، ربع قياس القطعة تمام. والصعود على العرض مالته، كل ما كبرت مسافة القطعة هذه، القطعة عرضها كل ما يكبر، كل ما تصعد عندنا الصعد هنا تصير كبيرة. كل ما هاي المسافة صغرت، يعني مال عرض القماش، عرض القطعة مو احنا طابقين 4 طبقات، عرضها كل ما يعرض نصعد أكثر، كل ما يقل ننزل أكثر. واضح هاي القاعدة؟ شلون تفسروها، شلون تكتبوها، كتبوها انتم. زين، هسه هنا ايش عندي؟ هنا عندي القماش هنا واصل، هذا شترة، هذا القماش لهنا واصل، باعوا؟ اها. هذا القماش لهنا واصل. راح اجي اقيس عرض القماش او عرض القطعة عندي، هاي طلعت عندي 68. ايش قد عندي؟ 68. قلت لكم القماش مطبوق 4 طبقات، 68. اجي اطلع الوسط مالته، شوف شلون راح اطلع الربع. اطلع بداية النص، هذا النص، هذا النص. زين، بعدين اجي اطلع الربع، وهذا الربع. زين، ايش قد راح اصعد هنا؟ هنا صعدت 20 سنتيم حبايب، هنا صعدت 20 سنتيم. راح تقول لي استاذ محمد هوايه، اقول لك اي هوايه، لانه انا عندي دبل كلوشه على 3 مترات، فكل ما تصعدين اكثر كل ما تصير عندك الدشداشه ابدا ما مذايله، بالعكس تطلع الفره مالته كلش حلوه. فصعدت 20 هنا، هذا هنا سويت هاي 20. النص بعد ما احتاجه، امسح النص. احتاج قلنا الربع، واحتاج الصعده مالتي. استخدم مسطره رقم 3. شوفوا المسطره رقم 3، مسطره رقم 3. ابلش مو من هاي الحافه من هنا، لا الحافه الداخل، مو الجهه الطالعه برا على المسطره، لا الجهه الداخله على المسطره هيك. شوف انتبهوا باعوا. من كيفها رسم لي القالب، من كيفها رسمت لي القالب، ما تدوخني ابدا. شوفوا هنا شو نسوي؟ نميل ايدينا شويه لان ما يصير عندنا قلنا اي زوايا حاده. نميل ايدينا، شوفوا ندفع المسطره، ندفعها هيجي لحد ما نميلها، ما عندنا قلنا اي زوايا حاده بالقصه. شوفوا القصه شلون صارت عندي مرتبه. هاي القصه مال الكلوشه، شوفوا الجمال مالتها. راح اراويكم الشكل قبل ما اقصه قدامكم. شوفوا عيني الدلعه، حفره القبط، خط التخصيره، وخط الكلوش، والذيال هذه. باعوا شلون جمال، باعوا شلون صارت. شوفوها عيني، ان شاء الله واضحه ومفهومه، وان شاء الله عجبتكم. راح افتح التعليقات شويه ثواني بس اشوف افتهمتوا لو لا. رجعت وياكم حبايب. هسه نقص القماش مثل ما تشوفون انتم. هسه راح نقص القماش. شفتوا الكلوشه شلون حلوه طلعت، وشفنا الدلعه شلون مضبوطه، والصدر والخصر والورك والميلان مال الكلوشه. هنا عندنا 9 سنتيم قلنا. هذه حفه القبط الميلناها هيك ميلان. زين، هنا عندنا خط الخصر والتخصيره الحلوه.
زين عيني. اروح اقص الذيال، وهذا الذيال شوفوا اشيل هاي القطعة هيج، وهذا الذيال. شوفوا القصة مالتنا شلون طلعت جمال وحلوة ومرتبة. شوفوا عيني، شوفوا القصة شلون حلوة. هسه ايش بقى عندي؟ بقت عندي فقط الردان. بقت عندي فقط الردان. تعالوا شلون نشوف شلون راح نرسم الردان. البدن ايش راح اسوي له؟ البدن راح انزله شوية هيج، ازحف هيك شوية، تمام؟ ايش راح اسوي؟ راح اقيس بايدي شبر وثلاث اصابع. طبعا احنا قسناها ردان كانت 30 ونص. انا سويتها 31. انا سويتها 31 الردان. الردان ايش بيها؟ حافة الابط عندنا 31 سنتيم. زين عيني؟ زين. هنا ايش راح اسوي؟ راح اجيب القماش مالتي هيجي، شوفوا. راح اجيب القماش مالتي هيجي. عدلته. طول الردان بالرياضي يختلف عن طول الردان بالدشداشه العدله. الدشداشه العدله دائما احنا نسوي الماكسيموم 60 62 هيك شيء، لكن بالرياضي نسوي 70 لانه انا عندي استحقاق الكتف، نسوي 70 عندنا استحقاق الكتف. واضح لو مو واضح؟ لذلك احنا شو نسوي؟ نضيف عليها سنتيمين للخياطه، ماشي؟ تصير 72 73 ابدا مو غلط. مثل ما قلت لكم هنا راح تطلع عندنا ردانات مفتوحه. انا اريد الردان تكون مفتوحه، ليش؟ لانه راح يكون بها شغل. راح ادمج القطعتين بالشغل بالخرز، يعني اشتغلها ويصير بالخرز، ان شاء الله تشوفوها وان شاء الله تعجبكم. زين، بس الردان ما راح اشكلها، الردان ما راح اشكل، اثبت الخرز. يلا بما انه عندي خرز اشتغل خرز، يعني ادمجها اسوي دق النجف بيها، بعدها يلا اشكل الردان. انا اطلع القماش الزايد عندي. زين، هسه عندي هنا شوفوا 4 طبقات، جهتين مفتوحة وجهة مغلقة، جهتين مفتوحة وجهة مغلقة. خلصنا. أعدل قماشي. قلنا الطول نسويه 72. بس خلي تليفوني على الشحن. ثواني حبايب، لا يطفى أثناء اللايف. زين، هسه الطول عندنا مال الردان راح اسويها 73 او 72 كلش كافيه. وهاي 72 هيجي. هاي طول شنو؟ طول الردان. هذه 72. اتاكد من قياسي مضبوط. هذه 72. بالمسطره قلنا رقم 2. نخلي الزاويه مالتنا قائمه هيك، تطلع عندي الرسم مضبوط. اها هاي 72. وما يقبل خطأ أبدا، ما تقبل خطأ أبدا. هاي 72. هاي 72. زين، بعدها انتبهوا على الحفرة. أنا هنا ايش عندي؟ عندي ردان مفتوحة. إذا أحتاج إنه أسوي كفة، لمن؟ أسوي كفة للتنظيفة مال القماش، لأنه قلت لكم أنا راح أدمجها بشنو؟ راح أدمجها بالخرز، فأحتاج إنه أسوي كفة يعني قلبة بقلبة للحافة مال شنو؟ للحافة مال الردان. لأن أنا عندي ردان مفتوحة. فايش قد راح أنزل؟ راح أنزل هنا 13. شوف ايش قد راح أنزل؟ راح أنزل 13 سنتيم. راح أنزل 13 سنتيم. هنا راح أنزل 13 سنتيم. هذا نزال الدلعة. هاي 13 سنتيم. من بعد 13 قد قلنا حافة الأبط؟ حافة الأبط طلعت عندي 31. قد راح أضيف عليها؟ راح أضيف عليها سنتيمين. قد تصير 33. أسويها 33. زين، محمد هاي مال شنو 33؟ هسه أقول لكم مال شنو. ال 33 على مود هنا مو لاحظة عندي كفة قلبة بقلبة الثانية هيجي، من راح أجي أكف الدلعة. هاي الكفة من أجيبها؟ أجيبها لأن إذا بقيتيها